ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ صباح الخير لو كنتوا لسه صاحيين. انا من شويه، انا دلوقتي بالليل، من شويه نزلت بوست ان انا مش هعرف انزل حلقه يوم الجمعه النهارده يعني، علشان حصلت مشكله تقنيه. I already صورت الحلقه و وعدت وعدلت كل حاجه، بس اللي حصل ان ما تسيفتش. فانا لما عدلت كل حاجه بلغي الماتيريال كلها، فما فيش عندي اي باك اب خالص، فما تسيفتش الحلقه، طارت في الهوا. فالحمد لله الحمد لله، ممكن الحلقة دي كانت تنزل تعمل لي مشاكل، تسجني، تخلي الناس تزعل مني، حلقة تبوظ لي كل حاجة، حلقة نصيبها ما تنزلش دلوقتي، في احتمالات كتيرة. بس ده الجزء الهادي اللي فيا، انا قعدت اصوت واعيط على، فما عرفتش اعمل حلقة تانية بعدها. وانا الحلقات عادة بعملها بمشاعري، مش باللوجيك، مش بالافكار، مش بالعلم، لا بالمشاعر. فانا دلوقتي ما عنديش مشاعر، انا دلوقتي متضايق وزعلان إن الحلقة ضاعت، فمش عارف اكتب حلقة تانية. فانا اعتذرت لكم على السوشيال ميديا، انستجرام وتيك توك. فاتفاجئت بانه في ناس قالوا لي ادهم عادي مش مشكله، هنستناك، احنا بنحبك وبنستناك. وفي ناس تانية دخلوا اتخانقوا معايا، قالوا لي لا، احنا عايزين الحلقه دلوقتي، احنا عايزين نشوفك دلوقتي، نزل لنا مش عارف ايه، انا بستنى الحلقه من الاسبوع لاسبوع. ناس كتير قوي، ناس كتير قوي، وانا حتى مش بكذب او مش بحور عشان بصوا يا جماعه في ناس بتحبني، والله ابدا. انا مبسوط جدا 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 بجد. آه، شعور حلو، شعور حلو، شعور حلو لنفسي. انا شايف اشكركم ازاي بجد. انا حتى اعمل فيديو صغير ده عشان اشكركم بس. وعايز احكي لكم على حاجه، بما اننا خلاص بقى فتحنا فيديو ومسكت الميكروفون. أم، زمان كان عندي شخص قريب مني جدا، كان صديق عزيز جدا عليا، وحصلت بينا مشادة كلامية. شفتوا العربي بتاعي حلو ازاي؟ آه، المشادة دي خليته يقول كلام كان قاسي جدا بالنسبة لي. قال لي ادهم انت شخص بتوفر ثينك بشكل اهبل، وافكارك كلها طفوليه، ومشاعرك بتحركك، لان انا شخص عاطفي شويه، فمشاعري هي اللي بتحركني اكتر من اللوجيك. ومشاعرك هي اللي بتحركك وبتخليك شخص اهبل، وقراراتك هبله، وده ضغط على اللي حواليك وضغط عليا. حسيت ان انا اللي انت خانقني، حسيت ان انت ضاغط عليا، وكلام كتير من هذا القبيل. بعدها علاقتنا بدأت تخف تخف لحد ما انتهت، والشخص ده مش موجود في حياتي دلوقتي الحمد لله. الكلام اللي هو قاله ما كانش بالظبط زي ما قلته، هو كان أصعب، بس الحمد لله دماغي تناسته عشان أقدر أتعامل في حياتي. آه الشخص ده مش موجود دلوقتي في حياتي، وأنا ما أعرفش هو فين وبيعمل إيه، ولا هو ممكن هو يعرف، عشان you know I'm a bit famous. بس بالنسبة لمشاعري وأفكاري، وحتة إن أنا باخد قرارات بمشاعري وبشوف الأمور بعمق أكتر من اللازم، هو قلل منها قوي فيا، وده كسرني لأنها من شخص عزيز. بس هو يعني، بس الحاجة اللي هو قلل مني فيها دي، آه عملت بودكاست على اليوتيوب، حلقات كتيرة جدا بتكلم فيها بكل مشاعر وبكل عواطف، وبأفكاري الطفولية، بأفكاري اللي هي مش عاجباه، اللي بتسبب له ضغط وبتضايقه وبتخليني شخص تقيل عليه. دلوقتي أنا عملت بودكاست، دلوقتي في ناس كتيرة قوي بتحب تسمع كلامي، بتحب ان انا انزل حلقات، وبيتضايقوا لما انا ما انزلش حلقة. في ناس كتيرة كل يوم يدخلوا يكتبوا لي، دي شجاعة منهم والله، ان هم ياخدوا من وقتهم ومجهودهم ان هم يكتبوا لي حتى شكرا. بالعكس دول بيكتبوا لي باراجراف كبير، آه، فيه في قد ايه الحلقات بتاعتي بتغير لهم افكارهم وبتخليهم احسن، وبتحقق هدفي، وان هم يحسوا ان هم مش لوحدهم. وده هدفي فعلا في كل حاجة انا بعملها، فده يسعدني قوي. انتوا ممكن تكونوا فاكرين ان انتوا بتعملوه ده احترام منكم او ذوق منكم، بس لا، انتوا بتنقذوني، بتنقذوا طفل جوايا، بتدوني امل، بتخلوني مبسوط، بتخلوني ابص لنفسي بشكل كويس، ابدا احبني، لانكم فعلا شفتوا الحاجه اللي شخص ما شافها وحشه فيا،
هي الحاجة دلوقتي اللي بتميزني عنكم، وبتخليني ليا عدد كويس الحمد لله من المتابعين وبيزيد. بقى ليا صوت ومسموع، ف وبيأثر. فشكرا جدا، شكرا جدا قوي 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 يعني. انا ان شاء الله عايز لما اوصل لمكانة كبيرة وعلى اليوتيوب يعني مثلا، او ابقى بودكاست كبير او حاجة، ان شاء الله مش هنساكوا والله، وهفضل زي ما انا. بس هبروح بقى استوديو ميكروفون بقى حاجات جامدة كده عشان انتوا بتتريقوا على الميكروفون بتاعي. او مش استوديو، خليني قاعد في البيت، إيه اللي يقومني؟ انا دخلت في مواضيع كتيرة مرة واحدة، معلش. خلينا نرجع تاني. انا لما اوصل يعني هفتح الموضوع ده تاني، واقول ان اليوتيوب ده والناس اللي بيحبوني كل دول كلهم اتبنوا على اساس معين، والاساس ده اللي هو في شخص قلل من مشاعري دلوقتي، مشاعري وعواطفي وافكاري، خلت ناس كتير قوي 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 تحبني وتقدرني وتحسسني ان انا كويس، وهو وسطهم مش باين اصلا. يعني لو انتوا اتحطيتوا في اوضه كبيره وهو مش هيبان، وهو بينكم مش هيبان، مش هيظهر من كتر ما هو صغير وقليل. فشكرا بجد، واوعدكم ان شاء الله ان انا هحاول. الفتره دي مش احسن حاجه بالنسبه لي، لو انتم متابعيني على التيك توك او الانستجرام انتوا عارفين ان انا تايه في رحله البحث عن عمل، ووجودي بلا عمل، الفراغ اللي هو الفراغ مليان برضو بشويه مشاغل، محاولات للبحث. فراغ وحش. بس ادعوا لي بليز، ادعوا لي ان شاء الله الاقي شغل، واتعرض لتجارب اكتر، واحكي لكم في فيديوهات اكتر. بس يعني بلاش احولها دراما. انا مبسوط، شكرا قوي 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 اللي انتوا يعني بتحبوني the way I am. انا لما اتوتر بتكلم انجليزي، بتحبوني كما انا، بتحبوني بكل عيوبي، وبتحبوا كل الحاجات اللي الناس قللوا منها زمان. شكرا 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 شكرا. تصبحوا على خير، او صباح الخير، احنا لسه يوم الجمعه الصبح بقى، ولو انت بتتفرج بعدين فتصبح على خير او مساء الخير. ماما عامله اكل ايه النهارده؟ يعني شوف اللي انت عايز تجاوب عليه. باي باي.